وبعض الفلاحين والمخبرين اللي معاه، واستمرت التحريات ديت لمدة 3 أيام، ولكنهم ملقوش الراجل الفلاح ولا حتى قدروا إن هم يوصلوا لأي حاجة تحل اللغز اختفائه ده. وصل الخبر ده لدكتور اسمه يوجين فافرو، والدكتور ده كان شغال في معهد في باريس. الدكتور ده رن وقتها على الشرطة وقال إن هو يقدر يساعد في حل اللغز والتحريات دي. المأمور وقتها وافق وطلب من الدكتور إن هو يجي للقرية اللي بيحصل فيها التحريات. رد الدكتور وقتها إن هو مش هيعرف يحضر، بس هو محتاج حاجة تخص الراجل الفلاح ده عشان يعرف يحل اللغز. وقتها هما جابوا وشاح وبعتوه للدكتور ده في باريس، والدكتور خد جزء من فرو الوشاح ده وراح لواحدة اسمها إيديس. والست ديت بقى كانت وسيطة روحية، وكانت بتقدر تتواصل مع الموتى وبترشدهم وبتعرف مكانهم فين. ولما الدكتور سألها تعرف أي حاجة عن صاحب الوشاح ده، حطت الوشاح ده حوالي قدامها تلت ساعة وقعدت تبص ليه، وبعد ما عدى فترة قالت إن هو كان